هلا وشلونكم؟ حتى نسوي مطبق الدجاج بالزعفران والزرشك. اول شي نخلي المي الحار على النار لحد ما يغلي ونضيف له شوية ملح والتمن اكيد منقوع مغسول ونضيفه فوقه الى ان تنفش الحباية. هنا انا راح اسوي الدجاج. اول شي راح اضيف زيت قليل واضيف له البصل المقطع بهالشكل هذا. بعدها راح أضيف مجموعة من البهارات اللي هي قرنفل، نوم، بصرة، بهارات الجدر أو السبع الأبقار، ونضيف له كركم وشوية فلفل أسود. هنا أنا الدجاج المقطع أضيفه بهالشكل هذا. بعدها أتركه إلى أن ينشف المي من عنده تماما وأضيف له منقوع الزعفران. طبعا الزعفران اللي أنا جاي أستخدمه هو من زيدان زعفران. راح أترك لكم الرابط مالتهم أو المعرف مالتهم أسفل الفيديو، ممكن تشترون من عندهم. راح أضيف شعيرات من الزعفران إضافية طبعا للنكهة ومكعب ماجي، وأتركه إلى أن تتحمر كل الجهات للدجاج، وأبدي أقلبه. بعدها أضيف له مي هالشكل هذا مثل ما تشوفون تحمر وصار ذهبي. أضيف له المي الحار وأتركه إلى أن يستوي تماما. هنا أنا عندي التمن بعد ما استوى ونفش وصفيته أضيف له زيت حار. طبعا خليت شوية بصل وياه. هنا أنا راح أضيف منقوع الزعفران الباقي على جهة واحدة. إذا تحبون تخلون أو تكثرون من عنده هذا الشي راجع لكم. أنا حبيت يكون حبة صفرة حبة بيضاء والطعم أكيد موجود بيها وكلش طيب. طبعا زعفران هذا درجة أولى. هنا أنا عندنا الدجاج استوى وأبدي أفلس مجموعة من عنده أو قطعة من عنده أفلسه. هنا أنا عندي زرشك أني يعني قليته شوية، وهنا أنا عندي اللوز المحمص أضيفه بالجدر أسفل الجدر، وهنا أنا عندي الدجاج المفلس خليته. ممكن نقدمه هاي الطبق بطريقتين، طريقة اللي هي قريبة طريقة المقلوبة مثل هالشكل هذا. راح أكبس التمن عليه بهالشكل هذا وبعدين أقلبه. وممكن نقدمه بطريقة ثانية مثل ما تشوفون هاي نزينه بالزركشدار مداير ونضيف عليه اللوز المحمص ونخلي الصلصة على جهة. ممكن يتقدم بأي طريقة تحبوها، طبعا طعمه كلش طيب. وهاي سفرتنا الرمضانية ورمضانكم كريم وكل عام وانتم بألف خير.